السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه النهارده بقى يعني بصوا، في اسئله كتير جايالي على موت الارانب اليومين دول. طبعا انتوا عارفين، هاتي علو برسيم، هاتي علو برسيم يا بوسي. انتوا عارفين اليومين دول عاملين ازاي بالنسبه للطيور. ربنا يرحمنا برحمته. طبعا الشهر ده صعب جدا عليهم. فجايلي طبعا أسئلة كتير عن موت الأرانب فجأة. فطبعا يعني بيبقى ليها كذا سبب، ان انتم يعني مش موفرين لهم الجو المناسب ليهم. هو طبعا الجو كله حر، هتقولوا لي طبعا احنا هنجيب منين الجو المناسب؟ بس احنا لو حاطينهم على سطح طبعا صعب اليومين دول في السطح. فاحنا هنعمل ايه؟ لو انتوا عندكم مثلا العشه سلك، هنجيب الخيش اللي هو بتاع الخضار دوت، وهنحط لهم عليه، هنغرقه ميه، وهنحط عليه على السلك بتاع العشه، او على العشه نفسها. ما نحاولش نرش على الارانب ميه خالص، عشان ده بيسبب لهم التهاب رئوي. طبعا بيسبب لهم التهاب رئوي وبيتعبهم. فبلاش عشان ناس كتير قوي بتقول احنا بنحط لهم ميه. والله لسه موكلاهم، خلي بالكم، اقسم بالله موكلاهم ومشبعاهم. لسه قايمه من جنبهم الوقت، وكنت عامله لايف وكنت قاعده معاهم. لسه قايمه، قعدت 6 ساعات والله معاهم. كانوا لما شبعوا. وعندي عندي 2 محبوسين انفرادي. دول انا حبسهم حبس انفرادي، تأديب وإصلاح. الاتنين دول ذكورة. وعايزة اقول لكم ان هم خلاص ايامهم كده معايا، عشان خلاص مش بيجروا على الارانب الصغيرة وبيبهدلوهم. وهم كده كتير عليهم كده. هخليهم كده يومين واحط لهم اكلهم وشربهم، ولو هديوا اهلا وسهلا. ما هديوش وفضلوا زي ما هم، يبقى بلاش منها خالص. انا مطلوب مني للذبيح، فهذبحهم وابيعهم يعني. تمام. ف الرش المية على الأرانب بيجيب لهم التهاب رئوي، وبيجيب لهم البرد طبعا، عطس ورشح والحاجات دي طبعا بتيجي للأرانب وبتأدي لموتها طبعا. تمام. فاحنا كل الحكاية ان احنا نفرش تحتهم حاجة زي ما انا فرشة كده. انا ده ما بيتمناش ولا صيف ولا شتاء عندي. لازم اهم حاجة ان احنا نفرش تحتيهم نشارة او رملة، حسب الحاجة اللي انتوا تقدروا توفروها. تمام. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادعوا بصلاح الحال، ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب. الارانب الصغيره طبعا عايزه رعايه جامده. انا حطيت يعني من اخر والده ولدوها، كنت عازله الذكوره لوحديهم. الذكرين اللي هم الشغالين اللي كانوا عندي عزلتهم لوحديهم، عشان ادي بقى فرصه للانتاج اللي جاي ان شاء الله. عشان انتوا عارفين ان الموسم داخل، موسم الشتاء داخل، والرزق كله ان شاء الله، الرزق كله باذن الله. فانا عزلتهم عشان يرتاحوا، عشان اما يخشوا على موسم يبقى صحتهم كويسة، ما يبقوش والدين ولادات ضعيفة ويموتوا يرجعوا يخشوا على ولادات تانية. فانا عايزة لا اريحهم عشان يولدوا ولادة كويسة ويجيبوا مواليد كويسة برضه. تمام. اللي عنده اي اسئله يا حبيبتي، يا حبايب قلبي، يبعتوها لي في التعليقات. وبرضو اللي ان شاء الله يعني لما نعمل بث، هدي ميعاد قبل البث ان شاء الله، عشان بفتح البث على غفله، محدش بيخش معايا. فانا هديكم ان شاء الله الميعاد قبليها عشان تستنظروني. واللي عايز يسالني عن اي حاجه كده مباشره تحت امره. وادعوا لنا بس بصراحه الحال بالله عليكم، ادعوا لنا ربنا يصلح حالنا، والقناه بس تشد حيلها شويه قبل الواحد ما ياخد القرار النهائي. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب. الموسم اللي جاي ان شاء الله، عشان في ناس كتير برضو بعتت قالت لي الارانب ما بتولدش عندنا بقالها قد ايه، او انا جبت ارانب عمرها 4 شهور قالوا لي على ولاده، ولحد دلوقتي ما ولدوش معايا بقالهم 3 شهور. فطبعا انت جبتهم في موسم حر، يعني في وقت حر. فطبعا كام شهر دولت بيبقوا هم نفسهم اجازه،
يعني هم نفسهم حتى لو بيولدوا وانت جبتهم في الايام دي او هم عند اصحابهم فهم اجازة، الايام ديت بيبقوا اجازة يعني. شهور الصيف دي بتبقى الطاقة عندهم ضعيفة. يعني الولادات قليلة، يعني ممكن لو عندنا 3 4 نتايات نلاقي واحدة فيهم والدة، الاتنين التانيين مريحين، الاتنين التانيين واحدة فيهم تولد، الباقيين مريحين، وهكذا يعني. يعني أكيد فاهميني يعني. دول يعني ما يكون عندكم عدد كبير من الأرانب هتلاقوا واحدة 2 في وسطهم بيولدوا والباقيين مريحين. اما انتوا لو عندكم ذكر نتايتين مثلا ولا 3 ممكن ال3 يبقوا مريحين وممكن ال3 يولدوا. ده حاجات بتاعت ربنا طبعا، ودي ارزاق يعلمها الخلاق وانتوا عارفين، فاهميني. فطبعا زي ما بقول لكم كده الولادات قليله، محدش يستغرب ان ليه الارانب مش بتولد عندي والكلام دوت. لا استنوا ان شاء الله، احنا في شهر 9 الجو ابتدى يتحسن، وان شاء الله باذنك يا رب هتشوفوا احسن الرزق واحسن الانتاج الشهر الجاي من اول شهر 10. هتشوفوا الخير كله على ايديهم ان شاء الله. بس اهم حاجه توفروا لهم المكان الصح عشان يولدوا ولاده كويسه ويقدروا يربوا ولادهم ويراعوهم. طبعا اللي عايز اي سؤال يا حبايب قلبي تحت امره. انا بتكلم برضو الموضوع برضو النهاردة عن الاكل، ما نحاولش نكتر العلف في الصيف. العلف طبعا برضو بيعمل تليس للارانب، بيخليهم يبقوا قليلين في الانتاج. هندي وجبة واحدة علف للارانب، او هندي طبعا كتر الاكل يعني سواء برسيم سواء علف سواء عيش، كتر الاكل او التبذر في الاكل غلط. انتوا عارفين برضو الكلام دوت، اللي مربي عارف. في ناس بتقول لي انا بدي علف كتير ومش عارف ايه، يبعتوا في نفس الوقت يسالوني هو ليه يا ام حمزه الارانب بتعض بعضيها وبتجري ورا بعضيها والكلام ده. كتر العلف خلي بالكم بيعمل صرع عند الارانب، بيسرحهم بيخليهم ياكلوا في بعض، لان العلف دوت برضو حامي. مش يعني كفايه عليهم وجبه واحده بس، وجبة واحدة عيش، وجبة واحدة برسيم أو وجبتين برسيم ووجبة واحدة، المهم إن هو وجبة واحدة بس على العلف. أما ممكن نخلي وجبتين برسيم، وجبتين عيش صبح وبالليل، وعيش ناشف طبعا، ما نديش عيش طري خالص. ماشي يا حبايبي. الذكورة يعني هينفع كام ذكر مع النتايات؟ هيبقى مثلا اللي عايز يبدأ مشروع هيبقى ذكر واحد مع 3 نتايات. انا كنت بادئه بذكر و4 نتايات والدنيا كانت زي الفل الحمد لله. هنجيب الارانب من مكان واحد طبعا. لو احنا عايزين نبدأ مشروع ما نجيبش من هنا حاجة ومن هنا حاجة وندخل دول على دول والكلام اللي بيحصل دوت. ممكن الحاجة دي سليمة التانية مريضة، كله يعدي بعض، كله يعدي بعض. فبلاش، يبقى نبدأ حاجتنا كلها او هنجيب حاجتنا كلها من مكان واحد، عشان ان هي لا قدر الله مش كويسة تقدروا تعالجوهم وتبدأوا معاهم. انما هي لو حلوة وجبتوا حاجة واحدة من مكان تاني مريضة هتعدي كل اللي عندكم. واوعوا يكون عندكم ارانب او طيور او اي حاجة وتدخلوا عليها حاجات جديدة. الله طبعا اذا كان بترقدوا بط ولا وز ولا حاجات من دي وبتبيض وتفقس، طبعا الحاجة بتطلع من اهلها يعني، تبقى اهل البيت مش جديدة. في ناس كتير غشاشة بتعلف الحاجة او بتنفخها على اساس ان يبان لك ان الحاجة كبيرة، او بينفخوها مية ويبان لك الحاجة كبيرة، وطول ما هي قاعدة تبص تلاقي المكان، انا جبت فعلا طول ما انت قاعدة تلاقي المكان كله غرقان مية. المية دي بتيجي منين؟ وتبص تلاقي الارانب، يعني انا جبت ارنبتين مرة قالوا لي عليهم ان هم قالوا ساعتها وزناهم كان الواحدة 4 كيلو ونص ارانب فرنساوي. فطبعا ايه هم كانوا شكلهم جميل جدا وتقال، ما كنتش قادرة اشيل الارنب. فخدتهم وحطيتهم عندي، ده بقالهم فترة الموضوع ده. بصيت لقيتهم ايه، نهار ابيض، ده كل شويه عمالين يخسوا. ما بقتش عارفاهم منه، يعني ما بقتش عارفه دول من اللي عندي. اللي عندي كانوا صغيرين
بصيت لقيت دول قد دول، ايه ده؟ هو في ايه؟ ما بقتش عارفاهم، عمالين يخسوا ويجيبوا في ميه وفي الاخر ماتوا. في الاخر ماتوا لان الارانب دي الناس غشينها. ربنا يعافينا يا رب ويكفينا شر الغش واصحابه يا رب. ربنا يكفينا شر الغش واصحابه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، ويكون خفيف على قلبكم، وربنا يصلح حالنا وحالكم اللهم امين. وانتوا طبعا وحشتوني وربنا ما يحرمني منكم يا رب. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، ويبعد الشيطان دوت من دماغي، عشان بصراحة هو متملك مني قوي يعني. ربنا ان شاء الله يصلح الحال ويرزقني ويرزقكم ان شاء الله، ونبقى اعلى المناصب باذن الله. كل اللي يتمنى حاجه ربنا ينولها له ان شاء الله. اشوف وشكم بخير يا حبايبي، والاهم حاجه ما تنسوش اللايك بالله عليكم. اشوف وشكم بخير. سلام عليكم.